السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلويات وشيوات مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الحلوه بالكاوكاو، كتجي كتسميوها الحلوه المفلحه. غندوي بسم الله على بركه الله بالمكونات. اول حاجه غادي نحتاجو هي العجين، نص كيلو ديال الدقيق الابيض مع 125 غرام ديال الزبده اللي كتكون دايبه، نص كاس ديال المزهر، شويه ديال الملح وجوج معالق ديال السكر كلاصي. وغادي نجمعوا هذا العجين بالماء. وغادي نحتاجوا الكاوكاو اللي كنكونوا محمرينه في الفران، نص كيلو ديال الحشو ديال الكاوكاو اللي غنديروا في الحشو مع رابعه ديال السكر كلاصي. بقاو معايا تبعوا معايا المراحل ديال التحضير. نبداو بسم الله دابا على بركه الله. غادي نوضعوا الدقيق الابيض في القصريه، غادي نضيفوا ليه الزبده دايبه بسم الله على هذا الشكل، وغادي نضيفوا السكر كلاصي والملحه بسم الله، وغنبداو نعجنوا وكندخلوا حنا في الزبده حتى كندخلوها مزيان تنحصلوا على عجين مرمله. كيف ما كتلاحظوا معايا دابا ملي حصلنا على العجين مرمله، كيف ما كاع ديك الزبده كتشرب لينا داك الدقيق الابيض. دابا غادي نضيفوا المزهر بسم الله، وغنبداو تنجمعوا في العجينه، ما غاديش ندلكوها، وغادي نزيدوا الماء باش نجمعوا هذا العجين ديالنا. ودابا غادي نضيف الماء بشويه بشويه حتى كنجمع العجين ديالي، غير الماء بارد ما يكونش دافي، ونجمعو ما غاديش ندلكها. كما كتلاحظوا معايا دابا ملي جمعت العجين ديالي غادي نديرو في الثلاجه لواحد المده ديال نص ساعه حتى كيرتاح، ما كندلكو ما والو. دابا غندوزو باش نوجدو الحشو ديالنا، ودابا غادي ندوزو باش نطحنو الكاوكاو ديالنا. وتنضيفوا ليه سكر كلاصي تنطحنوه معاه، كنبقاو تنطحنوا فيه حتى كنحصلوا على عجينه ديال الكاوكاو. كيف ما كتلاحظوا معايا ملي كنطحنوه شفتوا الشكل ديالو كيتعجن، كيعود عجينه واحده وتنحيدوه. كما شفتوا الشكل ديالو كيجي بحال هكذا، كنبقاو نطحنوا فيه حتى كيعود يتجمع لينا على هذا الشكل، على شكل عجين. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الخليط ديالنا كامل. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ملي طحنت الكاوكاو ديالي شفتوا العقده ديال الكاوكاو كيف جات. دابا اللي بغى يضيف لها القرفه يضيفها، اللي بغى يخليها على هذا الشكل يخليها بحال هكا، كل واحد والذوق ديالو. انا غنضيف هنايا نص معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نجمع هاد العجين ديال الكاوكاو، هاد العقده على هاد الشكل. العجين ديالي من بعد ما دازت نص ساعه في الثلاجه، دابا غادي نسرحوها بالمدلك. ودابا ملي سرحت العجين ديالي دابا غندير الكاوكاو اللي درتو على شكل حربل، غنبدا نهز في العجين ديالي ونلفو عليه بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا، وتنقطع بالموس وتندير على هذا الشكل. تنحاول نلصق هاد العجينه بهذا الشكل عليه باش ما يتحلش ليا ملي نكون تنطيب فيه، وتنجيب الموس وتنقطعو بهذا الشكل مائل، وتيكون عندي موس ماضي، وكنقطع 5 شرطات، وفي السادسه كنقطع بسم الله كندير بحال هكا على هذا الشكل
غادي نقسم بحال هكا وغنعمل غندير لها بحال هكا على هذا الشكل كيف ما لاحظتوا معايا. كنجمعها من الوسط وتندير لها بحال هكا، كتجي على هذا الشكل. نعاودو واحده اخرى، بسم الله، واحد والسادسه تنقسم فيها وتنطلعها على هذا الشكل وتنميلها بحال هكا بحال هكا، كتجي دايره على هذا الشكل. كنبقى مستمره حتى كنكمل الاشكال اللي عندي كامل. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ملي ساليت التشكيل ديال الحلوه ديالي غادي ندخلها للفران اللي كيكون مسخن على درجه 160 درجه. غادي نخليها 4 ساعات كطيب ومن بعد غادي نخرجها. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه المفلحه اللي وجدت لكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. من بعد ما طابت دهنتها بالناباج، اللي بغى يدهنها كيدهنها واللي ما بغاش يخليها بحال هكاك. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم وتابونوا معايا في لاشين، بارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء.